كيف يتعامل طيار الباراغلايدنج مع العطش أثناء الطيران؟ حان الوقت للخوض في هذه الحيلة الرائعة والأساسية. الطيران الشراعي لا يقتصر فقط على التحليق في السماء والاستمتاع بالمنظر. يحتاج الطيارون إلى الحفاظ على رطوبتهم، خاصة في الرحلات الطويلة بسبب الجفاف الذي يحدث من احتكاك الرياح بأجسامهم. هنا يأتي دور كيس الترطيب أو ما يسمى hydration bladder، يثبت في هرنس الطيار خلفه مباشرة. إنه أشبه بكيس مياه بلاستيكي، من خلال أنبوب يصل بجانب فم الطيار يمكنه أخذ الرشفة في أي وقت دون أن يفوته شيء. لذا في المرة القادمة التي ترى فيها طيار شراعي، تذكر أن لديهم المزيد من الحيل في جعبتهم أكثر من مجرد اصطياد الرياح. استمتعوا واستمروا في الطيران. هذا الفيديو برعاية paraglidingegypt.fun.